وكلمته جميل خفة مالح صدفة يا حبيبي ولا بتاجي كتر خيرك ماليش فاضي أنا رايحنا. صبحكم الله بالخير وهلا ومرحبا اغاتي انتو عيني انتو وفقرة من اتفضل قهوة. المكتبة المنزلية ايش كنت حلو. يعني قبل أنا أتذكر ماكو بيت، أنا أجزم ماكو بيت، خلينا نقول على بغداد، أنا عايش ببغداد، في بغداد ما بي مكتبة منزلية. المعرفة تحرر، كل ما تعرف كل ما تتحرر، وكل ما تعرف كل ما تنسحب. الطفل من هو صغير يبدي يأسس مكتبة صغيرة، يشتري يعني خلينا نقول مجلتي والمزمار وسمير وتيتي ومدري شنو وكذا إلى تكبر شوية يقوم يقرأ قصص أخرى، تكبر بعدين يلقي نفسه مسوي مكتبة كلش كبيرة. مهمة المكتبة المنزلية، مهمة جدا أن تعرف أن تتحرر. مكتبة نعم، حتى خلينا نعرج شوية على قضية أخرى. قبل كان الفتى إذا يريد يعني يجلب انتباه امرأة أو فتاة أو إلى آخره يشيل كتب لحتى تعجب به هاي المرأة وتصير من نصيب حياته وكذا إلى آخره. معرفة كانت أكو، بيع كتب كان كثير. يعني أنت الآن تروح للمتنبي، هو مو اتهام بس أنا هالشكل أشوف، تروح للمتنبي، المتنبي يعني بدل أن يكون مكان كتب ومعرفة واطلاع وإلى آخره، يعني الآن المتنبي صار منطقة سياحية، يجون شباب يوقفون هاي سيلفي وتشق كاميرات ومدري ايش كذا الى اخره. وبعدين يعني انا اسال دوم انه انتم يا اصحاب المكاتب ايش تبيعون؟ يقول لك احنا ما نعرف ايش نبيع. يعني انا ما احكي عن الثوابت، اكو ناس يعني تاسس مكتبات عندها مناهج تقراها تمشي عليها كذا الى اخره، لكن الشباب ضروري. يعني الشاب احنا قلنا يشيل كتب حتى تعجب به المرأة اللي تكون من نصيب حياته. الآن الشباب مع احترامي جزء صراخ، يعني الشاب اللي يصرخ هواية، يشمر هواية، يعبث هواية، كل شيء هواية. اكو اشياء غير صحيحة الآن اصبحت بالحياة، هذا مو صحيح. يعني انت عليك مو فقط ترى المدرسة بالمناسبة لا تعلم، لا، الحياة والكتاب. يعني أتذكر في شيء يمكن من زمان عندما كنت مراهق قرأت في شيء قايله المهاتما غاندي، يقول خلي أبوابك وشبابيك مفتوحة لكل ثقافات الدنيا حتى تعرف شنو اللي يصير. يعني انت تطلع في اي برنامج يسألوك شنو القضية توقف، هاي اذا ما عرفت. لكن لما تعرف تكون سلس وتجاوب براحتك ومترهي ومترهدن وكذا. فهذا منين جاي؟ ما جاي من المدرسة، لا، جاي من الاساس انه انت اسست بشكل صحيح مكتبة منزلية. المكتبة المنزلية جزء وركن مهم من أركان البيت المعرفي السعيد. أنت حتى يعني من تعرف مشاكلك تقل، لأنه يصير عندك فهم للأشياء وتقدر تتحدث أو تحل مشاكلك بطريقة مثقفة وبطريقة رصينة وبطريقة بها وداد وبها حسن نية وبها سماح. اللي يعرف يسامح كثيرا. نلقاكم على خير. وكلمته جميل خفة مالح صدفة